يتحدثون إليك عن الإصلاح الاقتصادي ولا أحد يشرح لك حقا ما هو. إذن استمع جيداً. تعرضت لحادث وقدمت تقدير إصلاح سيارتك إلى شركة التأمين، وتظن أن كل شيء سيتم تغطيته. وفجأة يرفض الخبير ذلك. لماذا؟ لأنه يقول لك إن سيارتك أعلنت كإصلاح اقتصادي. والأمر بسيط جدا، إذا تجاوزت تكلفة الإصلاحات ثلث قيمة سيارتك، فلن تقوم شركة التأمين بالإصلاح، لأنهم بالنسبة لهم هذا غير مربح. يعتبرون أن السيارة غير قابلة للإصلاح اقتصاديا. مثال واضح جدا، سيارتك قيمتها 100,000 درهم، وتقدير الإصلاح هو 60,000 درهم. إصلاح اقتصادي. لذلك يتم رفض تغطية الإصلاحات الكبيرة. ليست هذه قراراً ضدك، بل هي قاعدة اقتصادية تطبقها شركات التأمين في كل مكان. لذا إذا قيل لك يوماً ما إصلاح اقتصادي، فأنت الآن تعرف بالضبط ماذا يعني ذلك.